السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت كثيرا من الناس ينشرون منشورا أن المغني الفلاني يشجع الآن الفريق الفلاني، فطالما أن هذا المغني شجعه فهذا علامة نحس وعلامة تشاؤم. قد يفشل الفريق هذا في اللعبة بسبب أن فلان شجعه. بارك الله فيكم. أنا لا تهمني اللعبة ولا تهمني كرة القدم ولا يهمني ذلك المغني، ولكن أتكلم في مسألة عقدية. هذا الفعل عندما يقولون مثلا فلان إذا رأيناه نتشائم، الطائر هذا البومة الغراب إذا رأيناه نتشائم، إذا فلان شجع هذا الفريق فإننا نتشائم قد يخسر الفريق. هذا الكلام عندنا في الشرع يسمى الطيرة، وهو التشاؤم من شيء ليس سببا وليس له أثر مباشر على الشخص أو على الموضوع، على اللعبة أو ما شابه. هذا التشاؤم محرم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فليحذر الإنسان من نشر مثل هذا الكلام حتى لو على سبيل المزاح، هذا لا يجوز لأنه نشر للطيرة. فليحذر الناس، فليحذفوا تلك المنشورات، فليبينوا ويقولوا لإخوانهم أن هذا أمر لا يجوز، شرعنا لا يأذن لنا بمثل هذا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم.